وصفة التلاتة في واحد سهلة واقتصادية وتشرفك في أي عزومة. دبابيس الفراخ مع صوص الفلفل الأسود والبصل. أول حاجة في وصفتنا النهاردة أنا هنا جبت دبابيس فراخ، طبعا الكميات دي زي ما بتحبوا. غسلتها كويس ونشفتها، وهضيف عليها بصل كمية كبيرة شوية، وكمان هضيف عليها فلفل أسود مش مطحون وملح. هي دي بس كل تتبيلتنا النهاردة، وممكن نضيف اي منكهات تانية بتحبوها، ورق لورا، حبهان. وبعد كده هضيف كمان من معلقتين لتلاتة حسب كمية الدبابيس زيت نباتي. وبعد كده هنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس. عايزة الفراخ تاخد نكهة البصل والفلفل الاسود، هقلبها كويس جدا. وبعد كده في الحلة بتاعتي او الطاسة على النار هنزل فيها كل الخليط اللي احنا عملناه. بعد ما سبتها حوالي ربع ساعة تتشرب من التتبيلة، هنزله وافرده في الطاسة او الحلة بالشكل ده. وبعد كده هغطي عليه واسيبه ينزل كل المية اللي فيه. بعد 10 دقايق على نار متوسطة، بعد 10 دقايق بفتح بلاقيه نزل مية كويسة. هبدأ بس اديله رشة كده من الفلفل الاسود العادي المطحون. وعايزة اقولكم ان كل المقادير بالظبط هتلاقوها تحت الفيديو. وده نوع الفلفل الاسود اللي انا استخدمته النهارده، النوع ده حلو قوي ونكهته حلوه. هقلبه كده تقليبه، هو شايفين بدأ يغير لونه، ياخد لون كده ذهبي فاتح. هقلبه بشويش عشان الفراخ ما تتهريش معانا او الدبابيس ما تتهريش معانا. بعد ما اقلبها كده تقليبه هغطي عليها تاني واسيبها تكمل سوا. وكل 10 دقايق بفتح عليها واقلبها تقليبه بالراحه واسيبها تكمل سوا. زي ما قلت لكم كل 10 دقايق بفتح على نار متوسطة، اشوف كده ايه الاخبار، المية قلت او لا. هي هنا المية تمام لسه موجودة وبتنزل كل السوائل اللي فيها وبدأت تدخل في السوا. وهغطي عليها وكل 10 دقايق افتح اقلبها بشويش عشان ما تتهريش لغاية ما تستوي تماما. وللرز استخدمت هنا ربع كوباية لسان عصفور، وهقلبها لحد ما تاخد لون كويس. النهاردة زودت كمية لسان عصفور بتدي طعم حلو قوي للرز. وبعد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده الذهبي، هضيف عليها الرز، وكمان هنضيف الملح، وهنديها تقليبة مع لسان العصفور عشان تاخد طعمة الزبدة او السمنة اللي حطيناها. عايزة اقول لكم الرز خطير طعمه يجنن. وبعد ما اقلبها تقليبة هضيف عليها المية السخنة، واول ما الرز يشرب كل المية بتاعته هغطي عليه واسيبه يكمل سوا على نار هادية. وكده خلاص اكلتنا خلصت. اكلة سهلة وسريعة وخطيرة. ما تنسوش تحفظوا الفيديو عشان رمضان.